عندي ديسكين في ظهري. عندي ديسكين تحت في اخر الظهر، وديسكين في رقبتي. طبعا وضعهم صعب جدا جدا جدا، واغلب الدكاتره وصفوا لي لازم جراحه. بس طبعا في صديق لاخويا كان عامل عمليه عند حضرتك من زمان فتره كبيره جدا، اللي هي عمليه. بس طبعا في صديق لاخويا كان عامل عمليه عند حضرتك من زمان فتره كبيره جدا، اللي هي عمليه شفط بالغضروف. من قد ايه يعني؟ يعني ده ممكن اكتر من 20 سنه. كان جه لحضرتك وعملتها له في مستشفى مصطفى محمود. انا كنت بروح هناك زمان فعلا. بالظبط كده. وانا لما طبعا وانا بحت معاه وانا في دبي، قال لي محمد انزل، ده عندي الدكتور احمد سامي، ده حبيبي كذا كذا، بس هو عيادته في الفلكي فين ما اعرفش. طبعا انا من ساعه ما جيت اجازه وانا قاعد ادور على عياده، ادور مش عارف اوصل لحاجه. في الاخر جبت عن طريق البيج تبع حضرتك اللي على الفيسبوك. واتصلت على الشباب هنا، ما قصروش معايا باي حاجه، حطيت معاهم على الريسبشن. وقالوا لي هات الاشعاعات الدكتور، لو قبل الحاله هتشوف الوضع ان شاء الله بالنسبه لك. وبالفعل الحمد لله ونسقنا ميعاد. كان مقتنع عند الدكتور من كام يوم بدون ذكر اسماء في الشيخ زايد. والدكتور قال لي عاوز يبدا معايا مرحله علاج من اول وجديد، دواء من اول وجديد. وقال لي ما كانش كده هنبدا الموضوع جراحه. فهو زميلي ده قال لي لا ابعد موضوع الجراحه ده، كل الموضوع اسهل من كده عند الدكتور احمد سامي. الله يسلمك. وبالذات عشان انا بلعب رياضه وكده، فالموضوع هيكون اسهل بكتير بالنسبه لي. ان شاء الله ان شاء الله. الله يخليك يا دكتور.